لو أنت بتشوف الفيديو ده يبقى أنت من الناس القليلة أوي اللي بتشوف فيديوهاتي، وعشان أبقى صريحة الحقيقة السكوت والسكون ده كان بيوتّرني، إن ما حدش بيتفرّج على الفيديوهات خالص، وكنت دايمًا باقول لنفسي على فكرة حنان مش هينفع تتكلّمي عن الحكي ولا تقولي إزاي بيأثّر في الناس وأنتِ أساسًا ما حدش بيتفرّج على فيديوهاتِك، بس الحقيقة إن الفكرة دي مغلوطة، الفكرة إن أنتِ تستني الجمهور يسقّف لِك قبل ما تطلعي على المسرح، دي فكرة مش صح خالص، إحنا محتاجين نطلع على المسرح الأول ونعرض اللي عندنا علشان الجمهور بعد كده يسقّف لنا، فالفكرة دي غيّرت نظرتي، إحنا بنتكلّم علشان نلاقي الجمهور بتاعنا، هي دي الحقيقة. أنا مش باعمل الفيديو ده عشان ألاقي مليون متابع، أنا باعمل الفيديو ده عشان أعمل تواصل حقيقي، التواصل الحقيقي أهم كتير أوي من لَفْت الانتباه، وأنا جاية النهارده أثبت إن الحكي هو اللي بيبني جسور التواصل اللي إحنا محتاجينها. ناس كتيرة أوي بتسألني: حنان هو أنتِ بتحكي للأطفال والّا بتتكلمي في الbusiness والّا أنتِ بتعملي إيه؟ الحقيقة أنا حكواتية مش صانعة محتوى، والحكي عامل زي الشمسية الكبيرة اللي بتضلّل حاجات كتيرة أوي تحتها، يعني الحكي ينفع للأطفال، بيأثّر فيهم، بيغيّر طريقتهم، بيخلّيهم يفهموا الدنيا بشكل كبير، وكمان الحكي ينفع جدًا للناس اللي بتعمل محتوى، تنفع تساعدهم إن هم يوصّلوا المحتوى بتاعهم بطريقة أحسن، كمان ينفع لكل الناس اللي بتشتغل في الbusiness يعرضوا فكرتهم، يعرضوا مشروعهم، يعرضوا الحاجات اللي هم بيبيعوها، كمان الحكي بينفع جدًا للشباب إن هو يتواصل بطريقة أحسن، يخلّيه يعرف يعبّر بطريقة أحسن. فالحكي شمسية مضلّلة ومغطية على كل ده، فينفع أحكي للأطفال وينفع كمان أحكي للbusinessman، الحكي ينفع يأثّر في الأطفال وينفع يستخدمه أي حد في إن هو يأثّر في شخص تاني أو يغيّر منظور شخص تاني أو يساعد حد تاني يوصّل فكرته بشكل أحسن. ولأن مُخ الإنسان بيشتغل هو عند الطفل وعند الكبير، يعني الهرمونات اللي بتطلع وقت ما بنسمع الحدوتة زي الأوكسيتوسين والدوبامين وغيره، هي اللي بتطلع في مُخ الإنسان الكبير وهو بيسمع حدوتة، فمش فارق كتير طفل صغير من CEO لأكبر شركة في العالم، الاتنين بيسمعوا الحواديت وبيتأثّروا بنفس الطريقة بالضبط. يعني نفس المهارة اللي بتخلّي الطفل قاعد مبهور وفاتح عينيه وبيسمعك بكل طاقته، هي اللي بتخلّي مثلًا الCEO يوصّل الvision بتاعته للشركة، واللي بتخلّي رئيس فريق يساعد الفريق بتاعه إنه ينجز أكتر، وهي اللي بتخلّي شاب إن هو يعرف يتكلّم عن نفسه ويعرف يأدّي في interview، وهي اللي بتخلّي مدرسة تعرف توصّل المنهج بتاعها بشكل أفضل. المهارة واحدة. السياق بيختلف والجمهور بيختلف بس سحر الحكاية واحد، وأنا جاية النهاردة أعرفكم على سحر الحكاية. صعب جدا تفضل تتكلم وانت حاسس ان قدامك مش سامعك، أنا عارفة الإحساس ده كويس. أنا كمان أوقات كتيرة ببص على الأرقام والفيوز بحس إن أنا مش متشافة هوا، إحساس مش ظريف، لكن الحقيقة اللي وصلت لها كانت برضه مختلفة. الحقيقة اللي عايزة أشاركها معاكم النهاردة هي إن العبرة عمرها ما كانت بالعدد، الالجوريزم مش هي الجمهور، الجمهور هم الناس، البشر اللي بيسمعونا، الالجوريزم ما بيحسش، يمكن الجمهور بيحس وده المهم. وانا اخترت الطريق الصعب، مش طريق الترند، طريق الاثر. يعني الفيديو بتاعي لو شافه واحد بس واثر فيه وخلاه اكثر ثقة في نفسه ويقدر يحكي حكايته، انا كأن الفيديو بتاعي جاب ملايين. احنا بنتحرك دلوقتي من مرحلة الجري ورا مشاهدات لمرحلة بناء الثقة، وده بياخد وقت. ويا ريت نبطل نتعامل مع الستوري تيلينج على انه سوفت سكيلز. الستوري تيلينج مهارة حياتية، من اول ما الانسان نطق وهو بيتعامل مع الحكاية على انها وسيلة التواصل الاولى، وهي كانت وسيلة التواصل الاولى الحقيقة. ناس كتيرة فاكرة ان الحكي رغي او موهبة على الله كده، لكن الحقيقة الحكي عامل زي الكود المتبرمجة بيه دماغنا، هي الطريقة اللي بنفهم بيها العالم حوالينا، بنسميها الناريتيف. علشان كده أي حاجة صلبة أو ناشفة أو أرقام بنجد صعوبة إن هي تلزق في دماغنا، غير الحكي بيلزق على طول، وعشان كده بسميها هندسة الحكي.
يعني زي ما المهندس كده بيبني أساسات ويطلع بعواميد، كمان الحكي فيها معمار، يعني فيها بناء أحداث، تصاعد مشاعر، فيها كمان توقيت اللحظات اللي بتخطف الجمهور. المهارة دي مش رفاهية وما هياش حاجة تتحط على الرف. المهارة دي أساسية تحتاجها الأم عشان تبني مع أولادها أفكار وحياة، وبيحتاجها القائد علشان يحرك بيها كتايب. وعلشان كده بقول أنت مش محتاج نصايح سريعة ولا تيبس اند تريكس، أنت محتاج تفهم الفن ده وتقدره وتفهم أصوله، لأن ببساطة الحدوتة اللي ما بتتحكيش بتموت. إحنا كمان محظوظين قوي، ورثنا إرث وكنز حقيقي من أجدادنا، مكتبة كبيرة طويلة عريضة من الحواديت والقصص والأمثال. حقيقة كنز حقيقي فعلا. والمهم دلوقتي ودورنا إن إحنا نحافظ عليه، لأن الحاجات دي لو ضاعت هتضيع معاها هويتنا وإحنا مين. الإنسان لازم يبقى عارف هو جاي منين عشان يطلع قدام. وفي عصر السرعة والسكرولينج مهم جدا إن احنا نحافظ على التراث ده ونثبت جذورنا. وعلشان كده مهم جدا جدا نستخدم السوشيال ميديا. التكنولوجيا مش خطر على فكرة على التراث، بالعكس التكنولوجيا ممكن تعزز التراث ده، توصله، تحفظه، تسجله، توثقه. وده اللي أنا بحاول أعمله. أنا هنا عشان أكون الجسر ما بين التراث واللي فات والمستقبل وحياتنا اليومية السريعة المجنونة في بعض الأحيان. مهم جدًا، جدًا، جدًا إن إحنا نحافظ على القديم عشان نقدر نخطّط ونعيش الجديد. ما تخلّيش الحكاية تُقف عندك، وصّلها للي بعدك. طيب هتلاقوا إيه بقى على القناة دي؟ والله ممكن في يوم نتكلّم على sales pitch ونحلّلها، يوم تاني نتكلّم على الpresentation إزاي نستخدمها بالحكي، يوم تالت هنحكي حواديت الأطفال، اليوم اللي بعديه ممكن نتكلّم مع الشباب إزاي يعبّروا عن نَفْسهم من خلال الحكي، يوم تاني ممكن نحكي حواديت من التراث. والأهم من كل ده أنا هاشارك معاكم رحلة الحكي بتاعتي من أولها لآخرها. يعني لو زهقتم من دوشة المحتوى وبتدوروا على تواصل حقيقي يلمس القلب والعقل، سواء في بيتكم أو حتى في شغلكم، انتم في المكان الصح. أنا حنان الطاهر، وده مانيفستو الحكواتية. تعالوا مع بعض ندخل عالم الحكي من أوسع أبوابه.